لو بتحب الحلويات اللي بتدوب في البق يبقى لازم تجرب التريليتشا بالكراميل. كيكة هشة متشبعة بالحليب وفوقها كراميل ناعم، والنتيجة تحفة. قبل ما نبدأ وصفتنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. اكتبولي في التعليقات تحبوا التريليتشا الجاية تكون مانجا ولا شوكولاتة. يلا بينا نبدأ وصفتنا. نبدأ بالمقادير: 8 بيضات، كوب ونص سكر 300 جرام، 2 كوب دقيق 320 جرام، معلقة ونص بيكنج باودر، وفانيليا. في البولة هننزل بالتمن بيضات، بعد كده هنضيف الفانيليا ونبدأ نضرب وننزل بالسكر بالتدريج. ملحوظة: المقادير ديت أنا هعملها في صينية 30 في 40، لو انتم الصينية عندكم أصغر ممكن تعملوا نص الكمية. هنبدأ نضرب كويس لحد ما الخليط يفتح لونه ويتضاعف حجمه. هنا أنا ضفت معلقة محسن كيك، اللي ما عندوش ممكن يستغنى عنه، بس ده هتلاقوه عند مستلزمات الحلواني. زي ما انتوا شايفين الخليط اتضاعف حجمه ازاي. الخطوة دي مهمة أوي يا جماعة، لازم نضرب كويس جدا مش أقل من ربع ساعة. هنبدأ ننزل بالدقيق وعليهم معلقة ونص بيكنج باودر وننخلهم ونقلب بالراحة. هنا الخطوة دي مهمة برضو، تقليب ببطء، وفي نفس الوقت مش عايزين نسيب أي دقيق عشان نحافظ على الهواء اللي في الخليط. هنا دي صينية 30 مقاس 30 في 40. هننزل بالخليط ونفرده في الصينية، هندخله الفرن على درجة حرارة 170 في الرف اللي في النص. هنا معلومة مهمة: أولا لازم الفرن يبقى سخن. ثانيا لنجاح الكيكة ما ينفعش نفتح الفرن قبل 20 دقيقة أو 25 دقيقة، علشان لو فتحنا الفرن والخليط لسه سايل الكيكة هتهبط. في الوقت ده هنبدأ نجهز الكراميل. نضيف في حلة على نار هادية كوباية من السكر. أول ما الأطراف تبدأ تاخد لون نقلبها لحد ما السكر كله يدوب وياخد اللون اللي احنا عاوزينه. في الوقت ده هنضيف الزبدة، فأنا معايا كوباية من الحليب عليها معلقة نشا. هنبدأ ننزل بخليط الحليب ونقلب، نسيبه يغلي غلوة كده لحد ما ياخد القوام اللي احنا عاوزينه. كده يبقى معانا أحلى صوص كراميل ناعم ولون. هنسيبه يبرد ونبدأ نحضر الكريمة. في بولة هنضيف كوبايتين من الحليب ساقع جدا، لازم الحليب يبقى ساقع عشان الكريم شانتيه ينجح. بعد ما ضفنا السكر نقلب تقريبا كده ندوب السكر. بعد كده هنضيف كوب إلا ربع كريم شانتيه بودر ونبدأ نقلب لحد ما الخليط يتضاعف حجمه. بعد ما الكريمة اتمسكت هندخلها التلاجة. نبدأ نحضر خليط التشريب. هنضيف 4 كوبايات حليب كامل الدسم، حوالي لتر. أنا هنا عندي معلقتين من القشطة نضيفهم. هنضيف 3 معالق كبار من السكر. هضيف معلقة كبيرة من الكريم شانتيه بودر. كده خليط التشريب جاهز. بعد ما الكيكة خرجت من الفرن زي ما انتوا شايفين، ده أحلى سبونش كيك ممكن تعملوه. كيكة سليمة وهشة ومفيش هبوط نهائي. لو لسه موجود معايا ياريت تعمل لايك للفيديو وشير. ونبدأ نشيل ورقة الزبدة ونرجعها في الصينية تاني، بس قلبناها بقى، ونبدأ نسقيها بصوص الحليب. زي ما انتوا شايفين الكيكة بتشرب ازاي، انا ولا خرمتها بشوكة ولا اي حاجة، وده يدل ان الكيكة ناجحة. بعد ما نسقيها كويس ندخلها التلاجة ترتاح ساعتين عشان الكيكة تبدأ تشرب كويس. بعد ما الكيكة ارتاحت في التلاجة خرجتها، وهنبدأ نضيف الكريمة ونفردها على الوش زي ما انتوا شايفين. بعد ما فردنا الكريمة كويس سوينا الأطراف، هننزل بصوص الكراميل ونبدأ نفرد بالراحة على طبقة الكريمة زي ما انتوا شايفين. بعد ما فردت الكراميل كويس هجيب معلقة من الكريم شانتيه وعليها معلقتين من اللبن وأنعمهم كويس، وأبدأ أعمل خطوط زي ما انتوا شايفين كده، وبخلة أسنان أبدأ أعمل خطوط رايح جاي. بعد ما زينا الكيكة نبدأ نقطعها بقى بالمقاسات اللي تحبوها.
مش قادر اوصف لكم جمالها بصراحة. بصراحة جامدة جدا. بصوا بقى القوام عامل ازاي، طرية وهشة ومتشبعة بصوص الحليب والكرم المغطي كل حتة. ما شاء الله، بتدوب في البق كده. يا ريت تجربوها، وبالهنا والشفا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. اكتبولي في التعليقات تحبوا التريل الشجية تكون مانجا ولا شوكولاتة. واشوفكم على خير في وصفة جديدة.